احنا دلوقتي في اهم شارع من شوارع مصر، شارع كان شاهد على الاقتصاد وشاهد على لقاء الفنانين وشاهد على تغيير الاسماء وتغيير التاريخ، ودي حكاية شارع طلعت حرب. ازيكم وايه الاخبار؟ يا رب نكون كلنا كويسين ونبدأ مع بعض حكاية شارع طلعت حرب. احنا هنبدأ الشارع من اول شارع 26 يوليو دخلة الامريكين لحد ما نطلع لميدان التحرير. شارع طلعت حرب موجود في قلب وسط البلد، هو بيربط ما بين شارع التحرير وشارع طلعت حرب، وهو من أهم شوارع القاهرة الخديوية. الشارع ده اتخطط على الطراز والمعمار الأوروبي في عهد الخديوي إسماعيل. طيب مين هو طلعت حرب؟ طلعت حرب ده شخص اقتصادي، وهو كان مؤسس بنك مصر، وكان هدفه الوحيد إن المصريين يمتلكوا اقتصادهم بإيديهم. هو أول شخص فكر في بناء بنك لمصر، والكلام ده كان سنة 1920. الشارع ده كان اسمه قبل ثورة 1952 كان اسمه شارع سليمان باشا، نسبة للقائد الفرنسي سليمان باشا الفرنساوي. لكن بعد الثورة بتاعة 52 غيروا اسم الشارع تكريما لطلعت حرب وسموه باسمه. وطبعا شارع طلعت حرب كان مركز للفن والسينما، كان فيه سينمات كتير زي سينما مترو، زي سينما ميامي، وزي سينما راديو. كان في بعض الكافيهات المشهورة، وكل كافيه كان ليه قصة، زي ريش مثلا. كافيه ريش ده من أهم الكافيهات اللي موجودة في شارع طلعت حرب. كان في عمارة مشهورة جدا اسمها عمارة يعقوبيان، اتعمل لها فيلم، ودي كانت من أشهر العمارات اللي موجودة في شارع طلعت حرب. المبنى اللي قدامنا ده سينما مترو، هو متقسم من جوه لكذا صالة عرض، هو بس بيتجدد بيدهن، لكن هو لحد دلوقتي سينما مترو شغالة. شوفوا المساحة وشوفوا المباني عاملة ازاي. طبعا دخل كافيهات ودخل مطاعم ودخل حاجات كتير على الشارع مستحدثة يعني، زي كويدر مثلا. لكن الشارع كان اساسه مثلا ما كانش فيه الا جروبي والامريكين، دول كانوا من اشهر واغلى وارقى الاماكن اللي موجودة في شارع طلعت حرب. ودي سينما ميامي، هي مش واضحة قوي علشان التجهيزات او التوضيبات اللي بيوضبوا بيها السينما، لكن هو السينما برضو لسه شغالة ولسه الافيشات محطوطة، لكن هو مش ظاهر يمكن في الفيديو كويس. احنا هنا في شارع طلعت حرب تقريبا بعد الفطار بحوالي ربع ساعة، عشان كده الشارع هادي يعني، هو ما بيبقاش كده اغلب الوقت. شارع طلعت حرب يعني احنا في قلب وسط القاهرة، على طول بيبقى زحمة، لكن احنا تقريبا بعد الفطار ما فيش تلت ساعة نص ساعة بالكتير، فعشان كده الشارع فاضي خالص يعني. طلعت حرب أسس بنك مصر سنة 1920، وده كان أول بنك يتعمل في مصر، وهو كان شخص اقتصادي يعني، وهو كان الحاجة الوحيدة اللي هو كان بيفكر فيها إن هو يخلي المصريين بإيديهم الاستثمار في بلدهم، لأن كانت كل الاستثمارات استثمارات أجنبية، ما كانش فيه استثمارات من قلب المصريين نفسهم. وبعد الفترة دي بعد 1920 بدأ الناس تفتح شركات كتير
بقت مستقلة، شركات مصرية يعني. طبعا فتح في الشارع دلوقتي مثلا كرم الشام وبلبن ووهمي وكشري التحرير. طبعا الحاجات دي كلها مستحدثة، لكن قبل كده ما كانش فيه الا جروبي والامريكين بس. واللي على اليمين ده مول طلعت حرب، يعني ده فتح من فترة كبيرة جدا، وده كان المول الوحيد تقريبا اللي موجود في مصر في التسعينات وفي الألفينات، في أوائل الألفينات يعني. لو بصينا بقى على البلكونات وعلى الطراز المباني معمول ازاي، وعلى الشكل الزخرفة اللي موجودة في البلكونات، وعلى الحديد اللي مشغول، يعني حاجة خرافية. يعني الشارع بيتكلم، العمارة كلها بتتكلم خارجيا، وجمال العمارة وشكل العمارة والزخرفة اللي موجودة والبلكونات اللي معمولة، يعني كل حاجة على الطراز، كانت على الطراز الأوروبي. وده كان في عصر الخديوي إسماعيل، هو اللي كان فكر إن هو يعمل منطقة وسط البلد دي كلها على الطراز الأوروبي، وده كان في القرن العشرين. محل العبد بتاع الحلويات، كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص، واحنا كده بقينا 10 رمضان تقريبا، بدأ ينزل الكحك خلاص. ده طبعا من أشهر المحلات بتاعة الحلويات اللي موجودة في شارع طلعت حرب. المبنى اللي منور بنور أحمر ده سينما راديو.
لسه شغالة برضو. الجمال المعماري بتاع العمارة اللي جنب سينما راديو يعني، والزخرفة اللي موجودة على البلكونات من بره شيء خرافي، يعني شيء خرافي بجد. المنظر تحفة. يعني انت بتبقى مش عايز حتى تخلص الشارع، انت ماشي فيه عمال تتفرج على العمارات وتتفرج على وعلى شكل الزخارف اللي معمولة من بره. شيء يعني فعلا انت ماشي في قطعة من اوروبا. ده المبنى بتاع سينما راديو. السينما لحد دلوقتي بتشتغل، والسينما فيها حوالي 3 دور عرض متواجدين. سينما من السينمات الكبيرة والمعروفة في شارع طلعت حرب يعني. قدام سينما راديو على الصف التاني في شارع فيه عمارتين، عمارة على الشمال وعمارة على اليمين. يعني هما تحفة فنية معمولة. انا هسيبكم تتفرجوا عليهم لان هما مش محتاجين شرح. طبعا المول ده من الحاجات المستحدثة، في كنتاكي وفي بيتزا هات وفي ويمبي ده مستحدث طبعا في الشارع، ووردة بيروت. بس بصوا بقى العمارة اللي جنبه عاملة ازاي، بصوا الفن اللي موجود في العمارة، بصوا الزخرفة اللي موجودة في البلكونات، بصوا شكل الشبابيك عامل ازاي.
احنا هنا كده وصلنا لتمثال طلعت حرب. الشارع اللي بعده ده يطلعنا على المجمع وميدان التحرير. الشارع اللي على يمينه ده يطلعنا على شارع عبد المنعم رياض. احنا هنا في الميدان بتاع طلعت حرب. هوريكم بقى شكل العمارات من الخارج عاملة ازاي. يعني هناخد راوند كده صغير نبص فيه على شكل العمارات والجمال اللي موجود في العمارات نفسها عامل ازاي. هنكمل بقى على طول نطلع على ميدان التحرير والمجمع، وهنقابل في طريقنا واحنا ماشيين كافيه ريش. طبعا هو شارع طلعت حرب ما بيبقاش فاضي كده، احنا عشان بعد الفطار فالدنيا الى حد كبير لسه ما اتزحمتش، لسه الناس ما فطرتش ولسه الناس ما نزلتش، فلسه الدنيا في الهدوء يعني. ده بقى كافيه ريش من اقدم الكافيهات اللي موجودة في شارع طلعت حرب. نتفرج عليه كده من بره. الكافيه ده معمول من 1908. هنشوف مع بعض كمان شوية صور لمصر القديمة وجمال مصر القديمة.
نكمل بقى في بقية الشارع. احنا كده متوجهين ناحية ميدان التحرير والمجمع. هسيبكوا برضو مع الشكل الزخرفة والفن المعماري اللي موجود في العمارات. ده مبنى نادي السيارات. بصوا الزخرفة والجمال اللي موجودة في المبنى. نادي السيارات ده ممكن تطلع منه كمان الرخصة الدولية.
اللي قدامنا الميدان اللي قدامنا ده خلاص كده ميدان التحرير والمجمع. احنا كده نعتبر خلصنا شارع طلعت حرب. لو وصلتوا معايا لحد هنا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم يا رب، ويا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل شوارعنا الجديدة وحكاية الشارع. شكرا ليكم وشكرا لذوقكم، شرفتوني.